ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن مشترياتي للدراسة، واول فيديو هعمله لمشترياتي للدراسة. تابعوا معايا الفيديو وما تنسوش تصلوا على النبي. جبت ايه للعودة للدراسة وبداية الدراسة؟ جبت مفاجأة جميلة جدا، والفيديو النهارده حماسي كده، بيديني حماس اللي انا اعملها لكم، اعمل لكم الفيديو يعني. جبت الزمزمية دي اهي، وفيها كام ملي؟ لحد 1000 ملي. زمزمية جميلة جدا جدا جدا، بصوا جميلة جدا. انا هاكل تفتح ازاي؟ بصوا، هو انا اشيل دي الكليبسة دي هي اللي بتقفلها. اول ما اشيلها كده وافتحها من هنا كده تفتح على طول. وايه بقى، مش بشرب كده على طول، لا انا بشرب من الشاليمو ده، بقعد اشرب منه. وهي مثلا ايه، عايزه اقفلها من تاني فبتك، بصوا تاني عايزه اقفلها من تاني بتك كده، وبعد كده بقفلها، بعملها لوك كده واقفلها من دي الكليبسه دي. بتشال كده عادي. كنت جايباها بكام؟ انا من هنا من زقازيق، مش من مصر يعني. كنت جايباها ب120 من عند راجل كده بيبيع حلل وصواني وحاجات ستانلس وحاجات واطباق كوبايات وحاجات زي كده. فجبته من عنده الكلام ده، كان عنده حاجات كتيرة منها انواع تانية واشكال تانية، فانا حبيت الشكل ده عشان نفس لون الشنطة بتاعتي. فانا حبيتها جدا بجد، يعني بتحفزني كده الدراسة. انا جبتها ليه حجم كبير لان انا بشرب ميه كتير. فانا مثلا وانا رايحه الجامعه وانا رايحه في اي حته في الجيم حتى لازم اشرب ميه، فدي اهم حاجه لازم تكون عندك. على الحماس بقى، الحاجه اللي هي الافضل والاحسن، جبت مفاجاه كبيره جدا جدا جدا. جبت كشكول ده، بس الوقت بتاعه قد ايه ما شاء الله. هو متقسم كشكول كبير ليه؟ ممكن بيكون عندي حاجات كتيره فبقسمها في الجامعة بالذات، بيكون عندي حاجات كتيرة فبقسمها في الكشكول ده. بصوا متقسم حاجات تحفيزية، يعني بصوا متقسم برضو حاجات تحفيزية وحاجة تانية برضو. بصوا بسم الله، بصوا حاجة تحفيزية في الحتة التانية، وندخل الحتة الخضراء حتى حاجة كده ما شاء الله جميلة جدا. بصوا روعة بجد، روعة بجد 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 بجد. انا حبيت اللي بتاع ده، حبيته جدا. كشكول السلك الكبير ده، او مش عارفه انتوا بتقولوا ايه، بس انا بسميه كشكول سلك كبير. حبيته بجد. كنت جايبه ب100 وحاجه كده، بس حلو قوي، بينظم لي حاجات كتيره وكمان متقسم، فده حلو قوي وهيكون مميز عن الكشاكيل التانية. فده بجد حبيته جدا جدا جدا. انا متحمسه للفيديو ده، فمش تقولوا لي انت ليه بتتكلمي بسرعه او ليه انت متحمسه قوي كده، لا بجد متحمسه للدراسه قوي. وندخل بقى على الحاجه الجميله جدا والمميزه في الفيديو وافتحها معاكم اكيد، يعني الكشاكيل السلك دي صغيره. انا جبت منها باين جبت منها 5 او جبت منها 5 كشاكيل. نفتحها معاكم بسم الله. لا بجد حبيتها جدا جدا جدا. انا لسه جايباها امبارح فبوريها لكم. قبل ما استخدمها وكده لازم اصورها، اي حاجه بجيبها جديده لازم اصورها قبل ما استخدمها. بصوا الكشكول ده حاساه شكله زي الطبيعه كده، جميل جدا وحلو قوي، حبيته بجد. والورق بتاعه خفيف جدا وحلو، يعني مش بيطبع. بصوا كشكول عادي يعني. جايبه منه 6. بصوا جايبه منه اشكال تانية بقى، هوريكم الاشكال التانية. جايبه منه ده 80 ورقه، تمام اهو الشكل ده عشان تشوفوه من قريب، ريشه كده. وجايبه منه نفس الشكل برضه، جايبه منه واحد تاني بس مش عارفه ده 60 التاني 80 باين، التاني 80. بجد بقى الكراسه بالذات دي انا بحبها، هوريها لكم. بحب الكرتون قوي، بحب اتفرج عليه جدا. وبصوا جميل جدا ازاي، شكلها حلو قوي، بس بتاعتها حلوه قوي. نفتح برضك معاكم نشوف الورق، يمكن الورق مختلف او حاجه. الله جميله جدا، بصوا شكلها جميل قوي. انا بحب الكرتون ده جدا، فمحدش يسالني انتي طفله ليه كده.
وجبت دي برضو، الكرتون ده برضو بحبه، حلو قوي. كشكول برضو كام ورقة دي؟ باين 80 ورقة والله اعلم، بس مش مكتوب عليه. فجبت الكام كشكول ده اهو، جبت الكام كشكول ده، هو ده اللي هينفعني وقت الجامعة اهو. بجد حبيتهم جدا، وكمان انا اخترت الرسمات محدش اختارهم، فانا حبيته كده وحاساه ايه هيحفزني على الدراسة اكتر. والكشكول ده زي ما وريتكم ومتقسم اهو بالشكل اللي قدامكم ده، حلو قوي. ومكتوب هنا حاجة تحفيزية، لا حبيته بجد. انا حبيت الكشكول ده اكتر من الكشاكيل التانية، بس الرسمة بتاعتهم جامدة. نيجي بقى على الخطوة التنظيمية، الدفتر اللي بينظم لي كل حاجة، وبينظم لي الدروس، وبينظم لي الجامعة والمواد اللي في الجامعة وحياتي الشخصية. التو دو ليست ده يونيكورن، بس حبيته افتحه معاكم، لازم افتح اي حاجة معاكم كده بالشكل اللي قدامكم ده. بسم الله. خدت بالكم في الفيديوهات التانية كنت جايبة برضو واحد شبيهه يونيكورن برضو بس شكل تاني، وهو انا خلصته، فجبت واحد تاني عشان ينظم لي برضو الدروس وينظم لي كل حاجة بالشكل اللي قدامكم ده، يونيكورن برضو. وفي الحتة دي اللي هي بتقفلها عشان مش تفتح الورق وكده، وبفتحها كده عادي بالشكل اللي قدامكم ده. والصراحة اول ما جبتها فبدأت اعمل ايه التو دو ليست بتاعتي الجنري اهي، والستيكر هوريكم برضو الستيكر اهي التو دو ليست بتاعتي برضو. فانا مش سبتها، انا اول ما جبتها كده عملت التو دو ليست بتاعتي. وكمان فيها حاجة مميزة جدا زي الفواصل كده، نفس ميزة الفواصل اللي انت دي الحاجة اللي انت عاوزها، مثلا الحاجة عشان مش ترجع لها تاني او تقعد تدور وتقلب صفح، فتحط الحاجة دي وتقفلها كده، واول لما تعوز الصفحة بتاعتك فتعمل ايه؟ تعمل كده اهي بالشكل اللي قدامكم ده، تعمل كده وبعد كده بنجيبها. سهلة جدا وبسيطة، وبجد التو دو ليست ده ينفع معاكم. لازم اهم حاجة تجيبوا تو دو ليست او نوت بوك، ده بيسهل اموركم وبيخليكم يسهل عليكم المواد، حتى بتكتبوا مادة الساعة كذا لو انتوا في تالتة ثانوي هيفيدكم قوي. فده انا حبيته، ده اهم حاجة الصراحة بجيبها. وده كان عامل 70 جنيه من عند اي مكتبة يعني. حاجة بقى اللي بتحفزني على الدراسة شخصيا، ايه ده؟ لا بجد انا لازم اوريكم ايه اللي جوه من قبل ما افتحها. بصوا حاجة كده قلمة جديدة، وجبت مجموعة قلمة كتير، فانا متحمسة جدا اللي اوريها لكم. اول حاجة بقى نبدأ بيها واللي انا متحمسة لها جدا 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 الستيكر. استخدمت واحدة من هنا، كام واحدة من هنا، بجد ستيكر جامد. مش لقيت الكشكول اللي فيه الستيكر، اللي هي كراسة كده بتكون مفتوحة وفيها ستيكر، مش لقيتها خالص. فقلت اجيب ده، الواحدة ب5 جنيه منها من عند اي مكتبة. ستيكر كده حلو بجد، انا فرحانة جدا. انا في تانية جامعة، داخلة تانية جامعة وحاسة انا طفلة بجد، الحاجات دي بتاعت اطفال، فبجد انا متحمسة للدراسة جدا. بصوا كيوت قوي، بصوا باندا، لا حبيته بجد. وده السمكة، ستيكر سمكة اهو، الواحد ب5 جنيه. جبت بقى مجموعة قلمة، وجبت كمان دي مش جبتها، انا جايباها دي من زمان، الفواصل دي. فانا قلت بقى دام هي عندي فمش هجيب تاني. جبت الفواصل دي بالشكل اللي قدامكم ده اهي، هتكون عاملة 5 جنيه 10 جنيه في الحدود دي، بس النوع الافضل ب10 جنيه. وجبت دي القلمة كيوت، لازم اجيب قلم كيوت، لازم في اول ما ابدا الدراسة لازم اجيب قلم كيوت. فجبت القلم ده، شوفوا جميل ازاي، وفي قلب هنا وفي بتاع كده، بصوا جميل قوي. والسن بتاعه رفيع زي ما انتم شايفين كده، السن بتاعه جميل جدا، ولا حبيته بجد. والسعر بتاعه 20 جنيه، هو غالي بس كيوت، حلو قوي.
حبيته قوي ويليق مع التودو لسه انا جايباها اليونيكورن دي، حلوه قوي، لايقين على بعض قوي حقيقي. وجبت برضه حاجه جميله جدا، انا كنت جايبه قلمه هايلايتر اللي هي القلمه دي، كنت جايبه القلمه دي اهي، القلمه اللي هي بروتو اهي، ثانيه، كنت جايبه القلمه بروتو دي، صورتها كتير قوي وكانت عندي، فقلت مش هجيب تاني، قلت اجيب بقى حاجه جديده. وجبت بقى مجموعه القلمه دي بالشكل اللي قدامكم ده، جبت من ده اللون الاحمر، وجبت ده وجبت القلم ده، هذا القلم ده بجد هصوره على الشاشه القلمه دي وهتشوفوها ان شاء الله. القلم ده بجد حكايه، بجد من افضل القلمه اللي انا جبتها في ده كله، والقلم ده جميل جدا حلو قوي. ومجموعه القلمه دي بقى، القلم ده برضو حلو قوي، جبت منه اللون الاحمر والمجموعه دي، وجبت قلم منه اسود جبته روتو، حلو قوي بجد، حبيت القلمه دي قوي، جبت مجموعه قلمه كويسه يعني حلوه قوي. وجبت القلم الكيوت ده الهايلايتر اسمه فيبر كاسل، جميل قوي وحبيته. لا بجد القلم ده حلو قوي قوي قوي، احسن من روتو كمان، وبيدوم ما شاء الله يعني. وجايباه اللون ده عشان انا مش عندي اللون ده، وممكن ان شاء الله هجيب واحد جديد بقى ان شاء الله بعدين بقى واصورها لكم برضه. جميل جدا وثابت وبيدوم، واحلى حاجه فيه اللي هو بيدوم وثابت. جبت قلمة كده كتير جدا 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 جدا، استنوا، جبت القلمة دي. اول حاجة جبت القلم ده اللي هو ده، وسنه رفيع كده، لا بجد انا فرحانة. جبت منه الاسود وجبت منه برضك الازرق، يعني انا مش سبته اهو، جبت الاسود والازرق اهو بالشكل اللي قدامكم ده. لا بجد انا حبيت القلم ده قوي قوي قوي. جبت مجموعة القلمة دي، جبت روتو منه اسود، وجبت القلم ده. ولازم قلم رصاص واستيكة مهمين جدا، وكمان لازم مسطرة، لازم مسطرة عشان تسطروا كده، الحاجات دي برضه بتحفز للدراسة. وجبت، انتوا عارفين الألوان دي لأن أنا صورتها في فيديو قبل كده، دي كانت عندي فما جبتش تاني بالشكل اللي قدامكم ده. وجبت قلم أحمر وقلم أسود ولزق انتوا عارفينه من زمان أنا كنت جايباه، فبوريها لكم عشان تجيبوا زيي يعني. وجبت قلمين روتو، اللي هو القلم ده كويس قوي اللي هو من روتو، حلو قوي. وجبت القلم ده برضه روتو. جبت شوية قلمة حلوين يعني بجد من أفضل القلمة اللي أنا جبتها. الصراحة أنا متحمسة للدراسة، يعني أنا فاضل شهر وأبدأ الجامعة، متحمسة جدا بالصبح، لا متحمسة جدا للدراسة. كمان الزمزمية الحلوة دي، وكمان الزمزمية بيجي مع الستيكر، بجد أنا مش مصدقة يعني، فهلزق الستيكر وارجع لكم. بصوا بقى الجمال والحلاوة، لزقت الستيكر، بصوا جميل قوي. دي بنت طالعة القمر، وده صاروخ، بصوا جميل جدا ازاي كيوت. وبصوا ده، بصوا ده بقى الجميل، بصوا الرجل الفضائي ده، الله بجد اللي لزقتها بقى شكلها جميل جدا، شكلها كيوت. لا بجد افضل زمزمية جبتها، افضل من التانية، فبجد انا حبيتها جدا، بتحفزني بجد، هتحفزني على الدراسة جدا وشرب المية. فبصوا تاني نجرب تاني، الله. وبس كده، الزمزمية اهي بقى شكلها كيوت، وافضل زمزمية بجد جبتها، لازم تجيبوا منها، افضل زمزمية جبتها او بوتل جبته. وما ننساش الحاجة التحفيزية للدراسة وهي الستيكي نوتس. الستيكي نوتس ده انا كنت جايباه من زمان، وده جبته جديد، جبته بالشكل المربع ده، حبيته بجد، حبيته، حاجة تحفيزية كده للدراسة. انتوا عارفين اصلا ان انا من فترة كنت جايبة مقلمة وشنطة، فهعرضها لكم برضك عشان تكون مجمعة كده. جبت المقلمة دي يونيكورن، التو دو ليست او النوت بوك نفس الشكل على فكرة، بصوا كده نفس الشكل يونيكورن برضه. فانا حبيت بجد افضل حاجة، بجد افضل حاجة جبتها السنة دي.
وجبت الشنطة دي، جايبة كله بينك في بينك. بصوا الشكل اللي قدامكم ده، لا بجد شنطة اكتف لا يعلى عليها بالشكل اللي قدامكم ده. وفيها سوستة من هنا قدام بحط فيها المقلمة، وهنا بحط فيها البوتل او الزمزمية في الجنب دي، وهنا بحط فيها الكشاكيل والكراريس بتاعتي والكتب اهو اهو. وهنا برضو هنا بحط فيها مثلا لو جبت لاب او حاجة بحطه هنا، وهنا بحط الكشاكيل بتاعتي والتودو ليست وكل حاجة، وهي بالشكل اللي قدامكم ده. جبت برضو حاجة كيوت ولازم تشوفوها وجميلة جدا جدا جدا. جبت الاباجورة دي، بصوا الكيوت، بصوا الشكل الكيوت، اصورها لكم من بعيد. بصوا وانا بفتحها من هنا كده شكل قدامكم ده، وبالفيشه. بصوا اهي الفيشه بتاعتها اهي اهي الفيشه بتاعتها اهي، بجد كيوت جدا. كنت جايباها ب 300 او 400 جنيه اهي، بس حلو قوي عجباني قوي اهو بالشكل قدامكم ده. حاساها ماركه كوري شويه لانها بيبقى الاشكال بتاعتهم كيوت، عندهم الحاجات بتاعتهم كيوت كده. بصوا لا بجد انا حبيتها جدا. وجبت كمان حاجه جميله جدا عن باقي الحاجات اللي انا جبتها، جبت شراب. انا عارفه ان في ناس مش بتصور الحاجات دي، فانا لا انا متحمسه جدا فلازم اوريها لكم الحاجات دي. الشراب بينك كده والخامه بتاعته جميله جدا وبيمط وبينك كمان، فانا حبيته جدا. جبت التلاتة ازرق واسود وبينك، جبته 35 جنيه بجد حلو قوي وسعره حلو قوي، وفي قطن كمان. بجد انا متحمسه جدا، والحاجه اللي انا جبتها متحمسه لها قوي وحبيتها بجد. وجبت افضل حاجه واللي تحفزني برضه كدراسه الستيكر جميل جدا، والفواصل، وزي ما قلت لكم الستيكي نوتس اهو حاجه كده جمدان. والحاجات دي برضه متحمسه لها جدا، متحمسه ان انا اكتب فيها اهو. الحاجات دي كلها متحمسه لها جدا بجد، انا فرحانه. والحاجات دي برضه اسمها ايه دي، القلمه دي كلها متحمسه لها، والستيكي نوتس والفواصل والقلمه والهايلايتر ده كله متحمسه له بجد. فانا قلت قبل ما ابدا اي حاجه لازم اعرض لكم كل حاجه. وكمان بجد انا حبيت الزمزميه دي، حبيتها جدا قوي. حبيت الستيكر اللي بيجي معاها، انا اول مره اجيب زمزميه بيجي معاها ستيكر، حبيتها قوي اهو، شكلها كيوت اصلا. وحبيت كله. يا رب يعجبكم الفيديو، وقولوا لي برضه هو انتم متحمسين للدراسه وجبتوا ادوات ايه في التعليقات. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.